اخبارني بارك الله فيكم. عظيم ان شاء الله. التثبيت واستعيذ بالله من عذاب القبر، ثم قالها ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هكذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة المؤمنون، اختصارا بارك الله فيكم، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقارن النبي الكريم ذي اللحظة ثانيتا فإن الروح ستعود في الجسد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. تشرينا هذا تسرخ وانت تسري تشرينا، لأنه النين يسكسنا الروح ونتغير من الروح لأنها ستمر بهذه المرحلة. ثم قال النبي الكريم: فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ثم يقعدانه ثم يسألانه. تسأل الميت ثلاثة الأسئلة ذوني غينجم من دا ينجم إلى ما لا نهاية لذلك. أول سؤال: أقسمت على رب العالمين، فرب العالمين تسأل عن ربها جل جلاله، وتسأل من تغزدغني كذا إلى آخره. ثاني يوم القيامة. أما الآن السؤال الأول: من ربك؟ فالله تعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه هي غايتنا، وهذا الذي نرجو لأختنا. أتجاوب إن شاء الله لربي الله. وما علمك؟ فتقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. نين السقسان أنت تجاوب بهذه الأجوبة المباركة، ثم تحكم المحكمة العليا. فيقول الله جل في علاه: أن صدق عبدي أو أن صدقت أمتي فأفرشوا لها من الجنة واسكنوها من الجنة وافتحوا لها بابا إلى الجنة. قال النبي الكريم: فيأتيها من روحها وطيبها ثم يفسح لها في قبرها مد بصرها. ما نشي نقسم الشبار القياس الذي رفع السماوات بغير عمد، والناس إنني السماء يكون ذو ناس غيني تمشي تعظم خاص تعظم مد البصر ان شاء الله. اذا فهي القبر ذي روضه من رياض الجنه. جزانا الله جميعا خيرا. اعلموا بارك الله فيكم ان هذا حق لا مريه فيه، ما يمي لان نطق به الذي لا ينطق عن الهوى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا من هذه الامور. قال النبي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم: زبانيتا ما نسوى من ضرب الخدود وشق الجيوب، جمع جيب وهي فتحه العنق، ودعا بدعوة الجاهلية.
سواء الزوج سواء يتماس. نسأل الله تعالى أن يرزقهم الصبر والسلوان. نسأل الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن إساءتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت أعلم بها. اللهم يا ربنا زد في إحسانها وأسكنها في فسيح جنانك. اللهم الحقها بنبينا عليه الصلاة والسلام. صلى الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يعظم لنا الأجر جميعا وأن يعظم لنا هذه الخطوات. صلى الله تعالى أن يرحم هؤلاء الأموات جميعا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم وسع علينا في قبورهم. نسأل الله تعالى أن يختم لنا نحن بالإيمان وبالإسلام وبالتقوى والمنور علينا في قبورنا. نسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوض نبينا الكريم شربة ماء باردة لا نظمأ بعدها أبدا. وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. قاغست عزامية جزاكم الله خيرا وزماد عزيق حد الزدار عقوا غضو دير خداتي الظروف أكن يحفظ صدار بيس تهلم دي الزواجات ومرا قاين تكيهم سبحان غاوم قاشتني تاتي. والله شهادة لله أمامكم وأمام الله سبحانه وتعالى أن يرضي خاس نعم المرأة نعم الزوجة. فيا ربي ما مش خسار ديك يا رب بارك